يقول أحد الأزواج إنه يجوز ضرب الزوجة بس بشرط لا يحدث لها كسور ولا عاهات ولا تشوهات. ما عنده شغل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يضربون زوجاتهم قال ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة ولا طفلا صلى الله عليه وسلم. يعني هي ليست سنة أن الإنسان يبحث عن الضرب. الضرب علاج مثل الدواء. يعني واحد ما في شيء يأكل دواء ما يأخذ دواء. الله تبارك وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا علاج لنشوز المرأة بعد أن يفشل علاج الوعظ، بعد أن يفشل علاج الهجر يأتي علاج الضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، مو بس لا تكسر عظم، لا، يتجنب الوجه ويتجنب الضرب المؤلم. المقصود بالضرب ضرب الإهانة، ضرب تحسيسها أن أنا زعلان، أن أنا متضايق. هذا المقصود بالضرب، وليس الضرب ما هي قدك المرأة عشان تضربها بقس ولا شيء. ما هي قدك المرأة. طلع حرتك باللي برا، شوف لك واحد مصك وتحرش فيه، خلي أدبك شوي، تعرف من التحرش. صحيح واحد يعني الضرب المرأة ليس مطلوبا أبدا، لكن يجوز عند العلاج، علاج نشوز المرأة. وهذا كما قلنا ضرب غير مبرح، ليس ضرب انتقام.